المدرسه. ودابا يحيى جبران خير مثال. يحيى خدا الباك ديالو باقي ما تيلعبش كور، خدم لوبجيكتيف ديالك ما ديروش في الاولاني هو الفلوس. عديل لصق عليه صاحبي راه محن هذا، وقول يجي لصق لي 3000 الريحه صح. السلام عليكم متابعين صفحه بريس سبور. اليوم احنا في استضافه يوسف مزراعي الدولي السابق ابن مدينه 16 اللي قدم الشيء الكثير لكره القدم داخل القاعه، كذلك مع المنتخب الوطني. سي يوسف مرحبا بك. كنتشرفوا اننا كنستضيفوك على صفحه بريس سبور. بالعكس خويا يوسف الشرف ليا، وانا كنبغي نشكركم على هذه الاستضافه، وكنبغي نرحب بجميع المتتبعين ديال الصفحه ديال بريس ستات. سي يوسف، اول حاجه كيفاش كتجيك الصفحه ديالنا؟ وانت متشبع ديالنا قديم، يعني من ايام اللي كنتي مازال كتلعب، وانت دابا دزتي لمجال التدريب وباغا الصفحه تغطيه وباقا في كل شيء. وكيف قلتي فانا متشبع قديم للصفحه، فالحمد لله الصفحه ديالكم ماشي هادشي غنقول لك في وجهك ولا قدام الناس، فمن الصفحات اللي ديما السبت والحد ضروري خصك تدخل وتشوف شنو واقع في النتائج ديال الفرق مدينه سطات، وكنبغيو نتبعوا مثلا نهضه سطات، فتح سطات، جميع الفرق، فكندخلوا في الصفحه ديال بريس سطات. فكيف قلت انا متتبع قديم، لانه صفحه رياضيه بمعنى الكلمه، وعزز عليها الناس ديال سطات والرياضه في سطات. هاد الشهاده كنعتزوا بها وما كتزيدنا غير الفخر باش نزيدوا نكملوا ان شاء الله. يوسف، عطينا واحد الورقه تعريفيه ديالك. السلام عليكم، يوسف المزراعي من مواليد مدينه سطات سنه 1987. لعبت في الفئات ديال فريق النهضه الرياضيه السطاتيه في البدايه، من بعد انتقلت للمهد الرياضي مع السي عبد الله الزين الله يرحمه في هذا النهار. انتقلت من بعد الفريق فتح الرياضي السطاتي كره القدم مصغره. المسيره ديالي انتهت بفريق شباب محمديه كره القدم مصغره. لاعب منتخب الوطني، لعبت 3 المونديالات 2012 في تايلاند، مونديال 2016 في كولومبيا، و2021 في ليطوانيا اللي حققنا فيه مع المنتخب الوطني ربع النهايه، وحائز على كأس افريقيا مع المنتخب الوطني وكأس العرب في مصر 2021. سي يوسف، هاد النتائج ما كيجيوش بالصدفه، وما كيجيو بواحد نتيجه العمل وبزاف ديال الصبر. يوسف، بغينا نعرفوا البدايه، كيفاش كانت البدايه ديال اول مره انك غتلعب كره؟ وكيف كيعرف الجميع في البدايه ديما كتكون في فروق الاحياء. كنت انايا كيف تعرف الجميع الناس سطات، انا ولد ميمونه، فالبدايه ديالي كانت في الحمري ديال قطع الشيخ، الوسعه ديال الميمونه في قرب الروضه، وكانت تما ديال البدايات ديالي. من تما كانوا شي اصدقاء، كان هنا التيست ديال نهضه سطات في لي جون الدراري الصغار، قال لي علاش ما نهبطوش. هبطنا، وكان الالتقاء ديالنا في اول مره مع السي عبد الرحيم الركبي اللي كنوجه ليه تحيه كبيره من هذا المنبر. تسمح لي غنقاطعك، واش دخلتي لي جون نيشان؟ يعني ما لعبتيش؟ لا، في المدرسه. بديتي من المدرسه؟ في المدرسه. من بعد المدرسه في النهضه السطاتيه؟ من بعد مدرسه النهضه السطاتيه لعبت المينيم هنايا، صافي من بعد حبست، عدت من بعد ثاني للكادي، بديت كنلعب مع المهد الرياضي، كان الفرقه اللي كان دار السي عبد الله الزينو مع حسن السواري. صافي من بعد كانت جاتني ثاني مع السيزياماني الباك القرايه، حبست، تاخديت البكالوريا ديالي، بديت كنلعب. هذه نقطه مهمه. جات وسط الهضره انه القرايه وكره، يعني بزاف ديال الدراري كيجيو حتى لهاد البارتي وكيشلفوا السيزيام الباك كره ما كيتلاقاوش كذا. نقدروا نقولوا يوسف انك نجحتي فيهم؟ والحمد لله انا خديت البكالوريا ديالي في 2006، ومع ذاك كنت كنلعب، مازال تنلعب الكره، وما القرايه ما زعما الكره ما حبستنيش على القرايه، بقيت يعني كنقرا. هذه هي اهم نقطه اللي بزاف ديال الدراري نقدروا نقولوا كيوصل لهاد المرحله كيتلف، كيقول لك باغي نقرا باغي نلعب كره، ما كيتلاقاوش. المغرب كذا هو ميشيل قدامنا ان يوسف قدر يوفق بيناتهم، لعب الكره وخذ البكالوريا ديالو. خديت البكالوريا ديالي وقريت في جامعه الحسن الاول، كنت سلك قانون عربي، ومن بعد قريت ثاني ليكونومي وخديت ديبلوم في الليتيه فوق الكتروميكانيك. فكيف قلتي هذه نقطه مهمه بالنسبه للشباب ولا الدراري ولا سطات ولا المغربي عامه، فالرياضه ما كتلهيكش على القرايه نهائيا. واش الرياضه لانه شحال كاع غتريني في النهار، 2 سوايع 3 كاع بالطريق بالماكله بالراحه كذا، يعني 3 سوايع من 24 ساعه كتبقى لك 21 ساعه تحيد من النعاس، يعني يبقى لك وقت كافي اللي بغيتي تقرا.
فانا من الناس اللي تنقول بانه الرياضه ما يمكنش تلهيك على القرايه سوف كون انت ما بغيتيش تقرا. وعاد كنقولوا حنا حتى دابا كنعلموا حتى اللي جون عندنا في ليكيب ناسيونال ولا في الفريق ديال الفرق الناس اللي كنخدموا معاهم. فبالنسبه للاعب اللي تيكون قاري تيكون يقدر يستوعب حتى اللي شيما تاكتيك، يقدر تكون عنده واحد الدماغ اللي يعني تنقولوا القرايه غتعاونو في داكشي اللي غادي يدير، يعني في القرايه خصوص في الفوتسال، يعني الا كان واعي يقدر نقولوا عنده افونتاج. ضروري. حيت دابا حنا واحد الدراسه اخيره كنا حضرنا لواحد ستاج في البرتغال، كانت واحد الدراسه ديال واحد لاكاديمي كنديان، عطاوك بانه اللاعب باش يولي يفهمك اكثر ويقدر يخدم اكثر، يعني خصك تخدم ليه العقل اكثر باش يتجاوب معاك ويفهم. مثلا كتعطي اللاعب واحد شيما تاكتيك كتلقى بانه في فريق واحد فهمها وواحد ما فهمهاش، واحد تطبقها وواحد ما تطبقهاش. لقاو بانه في واحد الدراسه في هذه الاكاديمي اللي قلت لك في كندا بانه اللاعب اللي تيكون عقله كيقرا وتتقبل القرايه وعقله متفتح يقدر كيتقبل اكثر من اللاعب اللي كيكون العقل ديالو مثلا فيه غير الكره ولا فيه شي حاجه من غير يعني الدماغ ديالو كيكون وما كيفاش نقولوا حنايا خامل واقف ما تيخدمش. هذاك تلقى معاه مشكل. ولكن اللعاب اللي كيكون الدماغ ديالو خدام واكتيف حتى فاش كتعطيه شي حاجه كيقدر ياخذها بالضربه. نقطه مهمه هذه، يمكن غيستافدوا منها بزاف ديال الشباب. نكملوا سي يوسف المسيره، انك قلتي دخلتي النهضه ستاجيه، مورا لعبتي في الماد، حبستي الكره تاخديتي الباك، عطينا مورا الباك شنو طرا؟ من ورا الباك بديت كنلعب مع جامعه الحسن الاول، كنت كنلعب يعني هنا باقي يوسف ما التحقش في فريق فتح 16 مازال يعني شحال كان لاج تقريبا؟ اللاج ديالي ديك الساعه كان عندي 19 عام 20 عام عاد التحقت. يعني نقدروا نقولوا المسيره بدات حتى ل 20 عام تقريبا. حيت دابا في الفوتسال، حيت دابا كنسمع شي دراري كيقول لك انا ما لعبتش ميني، ما لعبتش كادي، صافيتني الكار، ما لعبتش جونيور، صافي ما بقاش عندي فرصه كذا. نقدروا نقولوا هو ميشيل قدامنا، يعني لاج ديال 19 عام وتاخديتي الباك، نقدروا نقولوا تفتح اول باب. خديت الباك وقريت في لافاك، عاد دارت الفكره ديال الفريق فتح الرياضي ستاتي. واش يوسف حتى كملتي لافاك حتى خديتي الاجازه؟ لا ما خديتش الاجازه لحد الساعه مازال ما خديتش الاجازه. قريت السنه الاولى ديالي في لافاك، قريت درت 20 عام ديك الساعه، عاد بديت كنلعب مع فريق. يعني السنه الثانيه ديالي في لافاك عاد بديت كنلعب الفوتسال. واخا عطينا كيفاش الفوتسال، كيفاش بديتي، شكون اللي جابك، واش كان شي وسيط، واش عاونك شي واحد؟ عطينا بالديتاي. الديتاي هو في الاول كانت واحد هو الديتاي ماشي غير انا اللي ما عرفتش الجمهور، جوجنا ما عارفينش. كنعرف غير يوسف راه لعب في فوتسال المنتخب كذا، ولكن ضروري الكواليس شنو دوز. لا بالنسبه للديتاي فالبدايه كانت في بطوله الدوري رمضان، كان في القاعه المغطاه، كان حسن بارا عنده فريق وكان كنتي لاعب مع الحي ديالك؟ لا ما كنتش كنت لعب مع الحاج حسن بارا. كان جابني واحد اللاعب اسمه محمد حرير، واحد الدري ولد دالاس صاحبي، هو اللي كان قال الحاج راه كاين واحد اللاعب كنت كنلعب معاهم في دالاس، انا في التورنوا ديال دالاس في تيران كبير، قال لي راه كاين واحد الدري نجيبو يلعب معنا. هبطت لعبت معاهم في القاعه، لعبت معاهم ديك التورنوا د رمضان، دوزناه مزيان، ربحنا سالينا البطوله، حتى هما تبناو ديك الفرقه وداروا الفكره. اسمح لي نقاطعك في ديك الوقيته في التورنوا، ما كاينش الفكره ديال الفريق فتح 16. ما كانش شي فريق ما كانش شي فريق في السطاد ديال الفوتسال. يعني يوسف من ركائز اساسي ديال فتح صاب الدفاع. انا وسعد كنيه كنا لعبنا بجوج في ديك التورنوا، هو كان سعد لعب مع الدراري البطوار وانا لعبت مع الفريق اللي كان مجمع الحاج حسن بارا. ومن تما دارت عندو الفكره بانه يدخل البطوله الوطنيه لكره القدم المصغره، وفي هذيك البطوله عزل الدراري، عزل سعد، انا كيف قلت لك محمد حالي، واحد الدري شعوفي، الدري حمزه، كانوا الدراري قدام لعبوا معنا. صافي داروا الفرقه، هذيك هي البدايه ديال الفريق فتح الرياضي ستاتي ورا الدوري الرمضاني اللي كان دار في القاعه المغطاه. سي يوسف كيف ما قلتي دابا انت وسعد كنيه، يعني تعزلتوا من دوري رمضاني وبديتوا الكره بدا المسار، يعني ماشي ديما كاين شي فرصه، ديما كاين شي حاجه، ديما كاين الفرصه. وفرصه شوف من حد بنادم في الحياه، فالحياه راه كلها فرص، خير خصك تغتنمها وتصبر حتى توصل للنوبه ديالك ولا توصل الفرصه ديالك اللي تشد فيها مزيان. فهذا الشيء اللي كنقول لك انا ديك الساعه عندي 21 عام بديت الفوتسال، وملي كتقول شي واحد انه 21 عام عاد بديت الفوتسال وصلت لهذا الشيء كامل يقدر ما يتيقكش، ولكن انا ما غاديش نكذب. شي واحد اللي غياخذ الفكره فهو مثال حي قدامك، وماشي انا كاين بزاف د اللعابه
اللي في ليكيب ناسيونال اللعابه اللي وصلوا مستوى كبير. لانه انا نعطي غير مثال، دابا سفيان المسلا في المنتخب الوطني تسال الاجازه ديالو في الفيزياء، عاد اتجه للفوتسال وشو المستوى ديالو دابا فين وصل وزعما الانجازات اللي حقق. فيعني ديما بنادم يبقى مآمن بواحد امن براسو، امن بالحظوظ ديالو، ويكون عنده واحد الايمان كبير في الله، راه بانه الا خدمتي على شي حاجه وبغيتي توصل لها راه ما يمكنش يضيعك سيدي ربي. نكملوا يوسف. جات الفكره ديال الفريق فتح 16 مع الحسن بارة، دارت البدايه. واش يوسف في هذاك الوقيته كان كيفكر انه غيدي بطولات وكاس العرش ومنتخب، واش كان غير حلم ولا كنتي مآمن واحد النهار غتوصل له؟ لا، هو باش ما نكذبش عليك ولا على الجمهور الكريم، فما فاش بديت ديك الساعه انا كنت نقول الفوتسال حيت والمني على القرايه. كنت ديك الساعه انا كي قلت لك تنقرا في لافاك وكنقرا في ليتيه، فالوقت كان موالمنا على لونطريمون وكتخدم تمشي تقرا وكتريني. ولكن ملي بدا كيكبر الطموح. السنه الاولى لعبنا البطوله، بدينا كنعرفوا شويه في السنه الاولى ديالي انا تنادى عليا المنتخب الوطني. في السنه الاولى مع السنه الاولى ديالي كنا لعبنا ضد شباب خريبكا. كان الدكتور الماعوني الرئيس شباب خريبكا واللي كانت عنده العلاقه مع مدرب المنتخب الوطني، قال لي راه كاين واحد لعب في سطات، هو اللي كان قال لي من بعد عاد غنعرف انا هذه القصه بانه هو اللي كان قال المدرب المنتخب الوطني راه كاين واحد الدرب في سطات. مشيت للمنتخب، مشيت كاول مره ما عارف والو الصراحه. شخصيا كتجيني ماشي ساهله باش اول عام غنلعب فوتسال نمشي للمنتخب. والصراحه زعما انا قلت لك شنو كاين، ومشيت وصلت للمنتخب وخا المستوى كان طالع تما الصراحه. الساعه كان يوسف باقي ما عارف والو، باقي انا ما عارف والو الصراحه. مشيت انا خديت شي افكار من تما وبديت كنخدم من تما. بدا الطموح حيت انا ملي وصلت للمنتخب الوطني شفت اللعابه اللي كاينين انهم فايتيني بشي حوايج، ولكن كاين شي حوايج انا كنت نقول نقدر نتحسن فيهم ونوصل لذاك المستوى. تما بدات الانطلاقه، هذيك هي تما في بديت كنحلم. يعني هذيك المشي ديال المنتخب كانت واحد الحافز. هذاك هو الحافز. مشيت مع المنتخب الوطني الالعاب البحر الابيض المتوسط في ليبيا. مشيت ما لعبت حتى شي ماتش، لعبت واحد دو ماتش حتى كانت الريزلت رابحين. بديت كنقول انا علاش ما نلعبش، يعني ملي انا وصلت لهنايا يعني خاصني غير شي حوايج قليله. مشيت عند المدرب قلت لي راه بغيت نلعب انا. ديك الساعه شكون المدرب اللي كان هشام دكي. قلت لي شنو خاصني؟ قلت لي شنو خاصني، قال لي خصك تزيد تخدم على هذه. وقلت لي انا راه حيت باغي نشرف مدينتي وباغي نشرف الفرقه ديالي. ويقول لي ملي بغيتي هادشي شنو خاصك وشنو خاصك، سير خدم على راسك. صافي جيت كان هذاك هو يعني داك الشيء اللي عطاك يوسف، هذيك الهضره اللي قال لي وداك الشيء هو اللي حفزني. هذاك الميساج اللي عطاني راه ديما تنقول ليه حتى انا دابا خدام معاه. ديما تنقول لي راه نهار قلت لك شنو خاصني نخدم وقلت لي خدم هادي وهادي وهادي وجي مرحبا بك. هذاك هو اللي كان الحافز بالنسبه لي، بان كنقول ما يمكنش انا اول واحد غنجي من سطات المنتخب الوطني ونرجع بحالتي. خصني نشد في هذه الفرصه ونخدم باش نشرف المدينه ونهز انا بعائلتي وصحابي اللي شجعوني. خصني ما نضيعش هذه الفرصه. من تما هذاك هو فين بديت كنحلم. هو دابا الصراحه يوسف انا ما كنلعب كوره، دابا تحفزت. هو الصراحه والله الا تحفزت. انا ما كنلعب لا كوره لا والو. بقى غير الدراري اللي غيشوفوا كذا. علاش دابا ولات بنادم عينيه مغمضين، كره صعيبه انا ما نديرش الفرص قلال ما كاينش كذا. انت راه كتشوف الدراري قدام. بالعكس دابا عاد ولاو الفرص اكثر والفروق اكثر، ولات الافاق كبيره. فهمتي دابا وليتي حنا في ذاك الوقت صعيب باش تلقى فيديو ديالك في ماتش. دابا بامكان ديك فيديو في واحد الماتش ولا واحد الجاست تكنيك درتي يقدر يغير لك حياتك. تقدر هذاك الفيديو تشوفوا واحد ماناجر، تشوفوا واحد الفرقه، تشوفوا واحد المدرب يعيط عليك تمشي بعيد بفيديو. ولا حنا دابا كلشي ولا تيخدم بهذا الشيء ديال الميديا والديجيتال الفيديوهات كلشي. ولا لعاب كاع كتبغي تشري فرقه تقول لي صيفط لنا الفيديو ديالك. هذا الشيء ولا متوفر. حنا ذاك الوقت ما كانش هذا الشيء. كيف قلت لك انا اول مره المنتخب غير ينادي عليا مدرب منتخب ما شافنيش، غير واحد السيد قال لي بان راه كاين واحد الدري. يعني كون كان الفيديو داك الشيء راه غيقول لي صيفط لي الفيديو ولا غيتفرج ولا غتنقل الماتش ويشوفك. ولكن هذيك الفرصه اللي تعطاتني ماشي فرصه كنقولوا حنا نص فرصه، استغليتها وعضيت فيها انا بيديا وبرجليا كي قلت لك. تما فين بديت كنحلم اني خصني نلعب في المنتخب ونمشي بعيد. من تما هما في الاول
حيت كتلعب هنا في السطات، ولكن ما عارفش شنو واقع. بحال هذاك تقول داك الشيء محدود. ما كتقول راه الفوتسال، يعني انا كنقرا وانا تنتريني ونقصر، ولكن راه ان لوبجيكتيف كان عندي مثلا هو القرايه، ولكن ملي كتولي توصل ليكيب ناسيونال كتقول بانه ما يمكنش، راه المنتخب الوطني. يعني انا ملي وصلت للمنتخب الوطني يعني بامكان ديالي نكون احسن الا خدمت اكثر. صافي تما بديت نخدم اكثر، وكنتصنت النصائح ديال المدرب السي هشام دقيق، وكنت هنا مع السي عبد الله حتى هو كان اللي كنبغي عبد الله اللواني اللي كان نوجه ليه التحيه كبيره من هذا المنبر، اللي حتى هو عنده واحد الفضل كبير في هذا الشيء اللي وصلنا ليه حنا كاملين الدراري، ماشي غير انا. داك السيد اللي كان حتى هو تبنانا ودرنا بحال الابناء ديالو وخدم معنا، فكنبغي نشكره من هذا المنبر. حتى هو مسكين ضحى وخدم معنا بزاف، يعني ما يمكنش نكروا الجميل ديالو. وصافي من تما بديت كنخدم، وملي عرفني هو عندي طراسيت واحد لوبجيكتيف، حيت بقى تيخدم معايا كثار ويجرديني الصباح نخدم وتيعاونني، حتى شديت ديك الساعه في المنتخب وبدات المسيره. كيف ما قلنا يوسف، مورا هذه البدايه كانت غير بحال كنقولوا ما بيناش غير واضحه، ياك؟ بصح صدقنا 9 البطولات، 3 الكيسان ديال كاس العرش مع فريق فتح 16. جوست. وكذلك مع شباب محمديه شنو كنتو ديتو؟ 2 البطولات وكاس ديال العرش. ارقام ماشي سهله يوسف. وهي صراحه فحنايا في ذاك الوقت كان تيقول واحد الكلمه السي الحاج حسن بارا، كان تيقول لي واحد الكلمه، تيقول لي الحاجه احسن من غلا من قيمتها. هذيك الساعه كنا تنلعبوا كندير البطوله، ملي كدير الاولى الثانيه ما كتبقى تقول زعما راه هذا الشيء راه عادي، ولكن دابا ولا تيبان لنا بان داك الشيء راه شي حاجه كبيره، بانك يعني ما كان ساهل، بانك فرقه كانت يلا بدات، والدراري كلنا الدراري دي جون يلا بدينا، والفوتسال في السطات راه كان يلا كي قلت لك بدا معانا، ما كانش قبال ولا شي حاجه. يعني فريق فتح 16 هو اول فرقه في المدينه دارت. يعني ما يمكنش دابا ملي كتبدا تسمع ان الفروق كيتقاتلوا باش يدوا واحد البطوله، ولا عاد كتحس بالحلاوه ديال داك الانجاز اللي درنا حنا. فكيف قلتي 9 البطولات مع الفريق فتح الرياضي 16 فماشي سهله. كاس العرش اول نسخه ديال كاس العرش، خصوصا ديك اول نسخه هي اللي كانت عندها واحد القيمه كبيره في العيون. فهذيك هي داك الفينال باقي عاقل اللي تفرج فيه في التلفازه كما نقول. هذيك هي النسخه اللي كنقولوا حنايا ديما النسخه الاولى كتكون عندها واحد القيمه كبيره. هذيك هي النسخه اللي بقات كبيره في القلوب ديال اللعابه ولا ديال المكتب ديال الفريق الرياضي 16. يعني كيف ما قلنا هاد الارقام راه ماشي سهله، من دري 21 عام ولا 20 عام غيبدا الفوتسال ل9 البطولات و3 كاس العرش، بحال واحد الحلم. وراه جيستومون راه بحال الحلمه، ولكن مزيان ملي قلتي بحال هكا باش انا نقول لك بانه هذا الشيء دابا تقدر تجي تقول راه داو 9 البطولات، ولكن سهله بالفم، سهله بالفم، ولكن راه باش ديم راه ماشي سهل. لا بالفم سهله 9 البطولات ماشي سهله. راه الدراري اللي لعبوا معنا ولا اللي دازوا معنا اللي شافوا شنو داز علينا، فراه كنا ديما كنفيقوا مع 6 الصباح، خصك تريني 6 الصباح في لاصال، في واحد لاصال ديال الجيم، وعاد خصك تجي مع 12 للقاعه، وتقدر في العشيه تمشي تريني في الجولف، يعني باش تجاري الفراق اللي كانوا عندهم لعابه سابقينك والناس فايتينك في الفوتسال وكذا باش تجاريهم وتربحهم. يعني كلشي كتشوف بنادم فايتك خاصك تفوتو، الحل الوحيد باش تفوتو هو خاصك الا ما خدمتيش اكثر ما يمكنش. مثلا حنا في المغرب الناس فايتينك وكيخدموا مثلا ب 100% وغتخدم انت ب 100% وغتلحق عليهم، يعني ديما هما غيبقاو فايتينك. يعني الا بغيتي تلحق عليهم خصك تفوت 100% اللي كيخدموا بها ولا 160 ولا خصك ضروري تفوتهم باش تشدهم في واحد الوقت اللي واجي. سينو بقيتي غادي بالسرعه اللي غاديين بها هما ديجا فايتينك ما يمكنش تلحق عليهم، ديما ديك الساعه غادي يبقاو هما فايتين. سي يوسف، في البدايه كيف ما قلتي لي كنتي باقي كتقرا ومع فريق فتح 16، واش ديك الساعه كنا نقولوا كنتي زعما شي صالير مزيان شي بريم مزيان، يعني كنتي كتقدر كتشوف راسك من هذاك الشيء بدوك الفلوس قادر غتغطي المصاريف ديالك وقادر غدير بهم شحال من حاجه؟ الصالير دابا غير من الضحك راه ضروري. الصالير واقيلا انا ما خديتش حتى جيت من المونديال ديال 2016، المونديال الثاني ديالي عاد واقيلا بدينا كنعرفوا شنو هو الصالير وكذا. ولكن يعني بحال كنتي كتضحي في البدايه. ماشي غنقول لك كنضحي انا، ضحيت انا وضحوا اللعابه ضحت الحاج حسن بارا والسي عبد الله اللواني حتى هو ما نساوش نجبدوا التضحيه ديالو. حيت غير باش نعرفوا واحد القضيه انك باش غدي بطولات وكذا وكذا خاصك واحد الميزانيه.
حنا قلنا فريق فتح 16 مدينه على قد الحال، يلا بداو وكذا، حتى هما ديك الساعه يعني امكانيات على قد الحال. هذاك الشيء اللي قلت لك، كاين ماشي غير انا اللي ضحيت، كاين ناس بزاف اللي ضحاو، كاين قلت لك اللعابه كاملين. الحاج حسن بار اللي هو ضحى بفلوسه باش نديبلاصاو وناكلوا مثلا ونشربوا ونمشيو. كان السي عبد اللواني تا هو ضحى بالوقت ديالو، حتى انه كنا فاش كنترينيو كنمشيو للحمام كان تيخلص علينا من عنده بعض المرات. السي عبد الله اللواني. السي عبد الله اللواني. يعني شي الحوايج الحقائق اللي كاينين، ماشي غنقول زعما حينا حنا ما كناش كنتخلصوا، ولكن حتى دوك الناس اللي يعني كنتو كتحسوا بهم تما معاكم، كتحس بانه مثلا كيف قلت لك بحال دابا الحاج حسن بار، حنا بالمرات كناكلوا عنده في الدار، وفهمت كناكلوا معاه ماكلتو وداك الشيء اللي داير غدا مثلا نتغداو معاه. يعني ما تسناش من واحد الشخص اللي هو ما عندوش واحد الدخل وغادي يعطيك اكثر من هذا الشيء. ولكن من بعد فاش ولات الجامعه كتدعم، ولا المجلس البلدي والناس كيدعموا، دينا كناخذوا الصالير. ولكن يعني واحد 5 سنين 4 سنين كنا كنلعبوا غير على بريمات كذا، عاد ديك الساعه تولي تقدر تهضر على الصالير. يعني دابا واحد الفرق كاين ان يوسف بدا الكره وشحال ومشى للمنتخب، وعاد باش رجع، وعاد باش عرف شنو هو صالير. هذا الشيء اللي كاين. كنشوف الدراري دابا هذا الوقت كنظن الا كان الصالير ما يلعبش معاك. شوف هي كلها هي تبدلات الوقت، غير هو ماشي يكون الصالير هو لوبجيكتيف ديالك الكبير. حنا ديك الساعه كنا باقيين صغار، لوبجيكتيف ديالنا ما نكذبش عليك، ما نكذبش على الناس، راه الناس 16 كلشي تيعرف، حنا لوبجيكتيف ديالنا كنا كنفرحوها نسافروا. يعني غير ديبلاص ديك الساعه لا ديبلاسيتي مشيتي لقنيطره ولا مشيتي لطنجه ولا الاكادير، مع الفرق راه داك راه في حد ذاته راه انجاز. غتسافر وتمشي مع الدراري في الترونسبور وتجي وتضحك وتربح وتمشي تاكل برا، وعاد لا جاب الله شي مباته في شي اوتيل، ديك راه زعما راه جيتي انت راه هو الملك ديال الدرب في هذيك الفتره. يعني كيف ما كنقولوا ضروري التضحيات. دابا وقت اخر من حق اللاعب يطالب بالصالير ديالو، يطالب بفلوس وداك الشيء، ولكن ما تبقاش كنقول هذا الشيء حتى للدراري الصغار، ما تشوفش غير داك الصالير هو صافي غتبقى تما داك هو الشيء. كنقول انا بعض المرات تنقولوا حتى اللي جون عندنا حنا في ليكيب ناسيونال، تنقول لي شي فرقه اللي غادا تعطيك 3000 درهم والعام الجاي تاخذ 4000 درهم، ما عندك ما دير بها، خصك تمشي شي فرقه اللي هذا العام يعطيوك غير 2000، وكاين العام الجاي تولي كتسوى 10000 درهم معقول، والعام اللي من وراه تولي تسوى 15000 درهم وغادي تتكبر. ما تبقاش كي تنقولوا حنا تتقلب على الهوته. هذيك الفرقه اللي غتعطيك مثلا 3000 4000 5000 درهم وتقول واه لا راه مزيان، تضرب عام عامين وغتبقى في 5000، ويجي واحد كان كياخذ غير 2000 درهم وخدم مزيان وفرقه تخدم مزيان ويقدر يدوب لك ويزيد ويخليك في بلاصتك. يعني ما دير الصالير لوبجيكتيف ماشي هو لوبجيكتيف. سيرتو في الدراري كنقول على لي جون باقي صغير، كنقولوا حنا باقي لاصق في داركم، باقي كتقرا، باقي عندك الكره، خدم لوبجيكتيف ديالك ما ديروش في الاولاني هو الفلوس. نقدروا نقولوا الا ما درتيش لوبجيكتيف فلوس، درتي واحد الهدف غتوصل ليه، فلوس تجي راسها. ودابا يحيى جبران خير مثال. انا جاي في الطريق غنجبد يحيى جبران، ضروري كنت ناوي غنجبدو لك. انا نعطيك مثال. دابا حنا في الاول انا قلت لك كنا كنلعبوا هاد المرات البريم 100 درهم 200 درهم، والبطوله راه ما كانتش كتلعب بهذه المده كامله، 4 الماتش كنتي كتلعبها 3 شهور 4 شهور البطوله صافي كتسالي. يعني كانوا فرق قلال، لا كنا كنلعبوا غير الجهه، مثلا سطات خريب كاع، غير الجهه ريجيونال عاد تلعب ناسيونال. يعني غتلعب ريجيونال شحال غتلعب كاع 5 الماتشات في 5 10 الماتشات كاع اللي لا كانوا فراقين بزاف. 10 الماتشات شحال غتربح 8 ديال كل ماتش 200 درهم ديك الساعه في العام كاع شحال 1400 درهم. اش غدير لك كنت كتقرا؟ شري بهم جوج سبرديلات. هاد السبرديلات كان كيجيبهم من الحاج الله يخلف عليه الصراحه. يعني ماشي هذاك هو لوبجيكتيف، ولكن تتبقى في العام الاول العام الثاني العام واحد الله ناخذ الصالير 1000 درهم شويه 2000 درهم شويه 3000 درهم، وبقات غادا كتحسن. دابا الدراري تما الحمد لله هما تيتخلصوا لي صالير ديالهم مزيانين. ولكن كيف تنقول لك بالنسبه لليجون، انا ديما الميساج ديالي تنقولوا ليجون، يعني اللي باقي عنده لاج، اللي باقي خصو يطراسي واحد لوبجيكتيف اللي كبير ويبقى يخدم عليه. ما يكونش لوبجيكتيف ديالك الكبير هو داك الصالير في داك الوقت، حيت ما يمكنش شي فرقه غتبداك مثلا ب2 المليون، ما يمكنش صراحه. يعني الا بغيتي تبدا غتبدا ب 3000 حتى 4000 5000، ولكن كل لوبجيكتيف ديالك وديما ديك 20000 درهم 30000 درهم ليكيب ناسيونال الاحتراف. الا بغيتي توصل لهذا الشيء ما يمكنش كي تنقولوا حنايا اللي بغى العسل تيصبر لقريص النحل، خصك تضرب تماره وتضحي باش توصل لداك الشيء، سينو راه غتبقى تاخذ داك
الصالير اللي كنقولوا حنايا ضعيف ولا مويه وغتبقى في ديك البلاصه. غتلقى وصلتي 26 28 عام صافي حتى واحد ما بقى يقول لك راه ولا راجل كبير. يوسف، واحد النقطة كنت كنلاحظها فاش كنت مازال صغير، كنت كنتفرج في فريق فتح 16، انه كنتو بحال العائلة، يعني كنتو واحد الخمسة العناصر ركائز أساسية كيتزاد عليكم في العام واحد ولا جوج وملي كيتبدلوا. يعني دوزتو واحد الدراري شديتوها شحال من عام، جبد لينا شي هاد الدراري عطينا الأسماء ديالهم. والحمد لله حنا كي قلتي بحال العائله وباقيين عائله بالنسبه باقي للدراري. بحال دابا مثلا سعد راك انت عارف العلاقه ديالي معاه باقي لحد الساعه بحال خويا ولا اكثر كاع من خويا. كاين نوفل واخا حكم المسافه مع هو مشى سافر، كاين يحيى نوفل الطائي، كاين يحيى جبران، كاين الدراري اللي باقيين كيلعبوا دابا بحال عبد اللطيف فاتي ومحمد المليح محمد جواد. هما تقريبا الدراري اللي لعبنا معاهم بزاف. كان نبيل بيرامي، يعني الدراري اللي لعبنا بزاف. والعائله ماشي في الوقت ديال الكره حتى دابا باقي الحمد لله العائله، ويوميا تندويو لي جروب في واتساب، وديما فهمتي ديما نسولوا على بعضياتنا يعني نتلاقاو. انا فاش كنت كنتفرج في ذاك الوقت هذوك الدراري كتعاود كتشوفهم كل عام، يعني متفاهمين مع بعضياتكم. شحال واش هذه النقطه ساهمات فاش تجيبوا دوك العدد ديال الالقاب؟ ضروري هذه النقطه راه مهمه بزاف. هذه النقطه بانه كتبدلوا فاش كتفاهم معاه في التيران، ابار انك كتفاهم معاه في التيران. حيت دابا بارفوا انا كنت بعض المرات انا كنت كل لاعب تنتنيرفا تنبقى نغوت على الدراري. يعني الدراري ولاو عارفين راه راه تيغوت، فهمتي؟ تقدر دابا واحد خرج جديد غيجي تغوت عليه، يقدر يدور فيك، يقدر يتشوكا، ما يعجبوش، يقول لك زعما راه حيت هو ولد الفرقه ولا قديم ولا ما تعرفش. وكاين الدراري ما كانش بالعكس عارفيني. انا ما تيقول لك الله يسر وصافي عارفين تندلع تنتعصب وتنبقى نغوت. ولكن هما عارفين لو فون ديالك بانه انت واخا تغوت ولكن عارف القلب شنو فيه، ولا باغيين غير المصلحه العامه. ما كاينش المشكل صافي. ولينا حنا حتى الكره وبكثره ما لعبنا وترينا بزاف، ولات هذيك العلاقه خارج الملعب داخل الملعب كانت واحد السبب رئيسي في هذه الانجازات اللي جابوا الدراري. جبدنا الدراري جبدناهم. دولنا على يحيى جبران، اللي انا كاينين الناس انا عارفين يحيى جبران بدا في فريق فتح 16، وكاين اللي ما عارفينش. اش كيبان لك في داك الشيء اللي وصل ليه جبران، وخصوص بدا معاكم؟ واش داك الشيء ساهل انه كان صديق مقرب؟ كيفاش كان الطريق ديالو؟ ودابا هو يحيى مثلا غنرجعوا لهذاك الموضوع ديال القرايه. يحيى خدا الباك ديالو باقي ما تيلعبش كره. نقطه مهمه هذه. يحيى خدا الباك ما تيلعبش كره. الباك ديالو باقي ما تيلعبش الكره. ميساج للشباب، يعني ها هو ميشيل قدامكم. خدا الباك ديالو ما تيلعبش الكره، لعب معنا الفوتسال، مشى معنا المونديال 2012. وسبحان الله العظيم كل واحد وعنده دي زوبجيكتيف. كان معايا انا في الشومبر، كان هو، وكان واحد الدربي للاصوفي. كتعرف بلال الاصوفي راه هو لعب في الوداد البيضاوي ولعب في نادي القنيطير. كانوا بجوج تيقول لي لا حنا خصنا نمشيو نلعبوا كرون فوت بجوج. هذيك الوقيته هما مازال كيلعبوا في المنتخب فوتسال. تيقول لي انا باغي نلعب كرون فوت بجوجهم. وكيف نقولوا بان ملي كطراسي واحد لوبجيكتيف راه تتوصل ليه. الدراري بجوجهم لعبوا في الوداد ولعبوا كرون فوت وداروا مستقبل كبير. يحيى راه تبارك الله راه من اللاعبين القلائل في العالم اللي لعبوا مونديال فوتسال ومونديال كرون فوت. يعني هو كي قلت لك انا في الباك، وحيت حنا انا ولد دربنا وماشي غير لقاتنا الكره اصلا ولد الدرب. يعني انا كنشوف بانه الاب ديالو اللي كنوجهوا ليه هو التحيه، حتى هو كان كيزيروا مع القرايه، ويعني ما لعب الكره حتى شد الباك ديالو وشوف تبارك الله فين وصل. كنتمناو ليه التوفيق، عنده الفينال ديال الكاس ديال الكويت، كنتمناو ليه التوفيق من هذا المنبر. حتى هو راه متتبع الصفحه، متتبع الصفحه وديما الاخبار كياخذها من الصفحه ديالكم. ضروري غيبغي يعرف اخبار مدينه. فكيف قلت لك هو خدا الباك ديالو عاد تيلعب فتح فريق فتح الرياضي ستاتي، مشى للهاوس اللي كان دار سي سعيد قيلاش، وبدات المسير ديالو من تما. يعني بدايه عاديه. راه الهاوس راه كيف كتعرف راه كان القسم الشرفي شويه، كان المستوى ديالو مزيان. مشى لنادي رجاء بني ملال وبدات واش يحيى من المونديال مشى لرجاء بني ملال؟ لا جا الهاوس. كان في الهاوس. من الهاوس الفريق رجاء بني ملال. ما ساهلاش من القسم الشرفي لبني ملال فاش كانت في الدوزيام ديفيزيون. ما ساهلاش هذه الدوزيام ديفيزيون. لعب معاهم، طلع معاهم البريمير ديفيزيون، ومشى عاوتاني من بعد سميتو
الفريق مولودية وجده، من بعد حسنية من اكادير، بعد حسنية اكادير مشى للخليج ورجع للوداد، رجع داك الاسم الكبير اللي شرف المدينه ديال سطات. والحمد لله باقي دابا حنا كيشرف المدينه وكيشرف البلاد. يعني يحيى داك الشيء ما وصلش ليه بالصدفه، انه كان صديق مقرب، شي كتشوفوا كيفاش كان كيعيش في حياته، نشوفوا كل شيء. قلت لي انكم كنشوف لوطايل قال لك انا باغي نلعب الجراوند فوت، وانا عاقل عليها في التايلاند، كنا في التايلاند في كاس العالم تيقول لي انا غنلعب جراوند فوت، وكان ذاك اللاعب اللي قلت لك بلال اسوفي لعب في نادي قنيطره والوداد حتى هو كان تيقول لي انا غنلعب الجراوند فوت يا يوسف، كيقول لي بحال ما وسبحان الله دوك جوج دراري هما اللي كان عندهم هذا لوبجيكتيف ولعبوا تبارك الله، ولعبوا في الوداد البيضاوي، يعني ماشي فريق اللي ساهل باش تلعب في الوداد ماشي ساهل. يعني هنا تعرف بان لا عندك شي اوبجيكتيف تراسيتي وخدمتي عليه راه توصل ليه. سيوس من بعد هذا الانجاز كامل ديال الالقاب وكذا، الان التجأت لميدان التدريب. المنتخب الوطني اقل من 19 سنه ياك، يعني نقولوا يوسف استافد بزاف من الفوتسال. ان واش الفكره ديال هشام دكيك انك تشد المنتخب؟ بالفعل فالفكره ديال السي هشام دكيك هو كنا فاش كنا كنلعبوا كان تيقول لنا واحد الكلمه، قلنا انا كنت كنقلب على مصر كيفاش ما زادتش القدام، قالوا لنا اللقب انهم ما داروش لي جون. وفاش كنا كنلعبوا تينوض في لي رينيو تيشرح لنا تيقول لنا راه ما تنشرحش لكم هادشي باش تلعبوا، تشرح لكم هادشي باش فاش تساليو توريو لي جون، تخدموا تعرفوا تخدموا مع لي جون وشنو توريو لي جون. يعني نتوما مازال لعابه كنصحكم على لي جون. كنت باقي كنلعب وفي لي رينيو تيدير معاك رينيو ديال الكره او ميم طون تيدخل لك في هذاك الرينيو ديال الكره تيدخل لك بانه انت كيفاش تولي مدرب، ها اشنو التدريب واشنو كيتخدم في التدريب. اسمح لي نقاطعك، كانش عندك الفكره ديال انك روح النهار غتدخل تدريب ولا لا؟ ملي بديت كنلعب ملي طولت في الكره صافي ولات عندي الفكره ديال اني من ورا فاش غنسالي الكره غندير التدريب. يعني دابا الان كتخدموا مع U19 ياك، زعما شنو الفرق ما بين انك مثلا ديال الكبار ديال U19؟ شنو المعايير اللي كتخدموا عليهم؟ كيفاش كتشوف اللعابه؟ كيفاش كتكتشفهم؟ انت اللي كدير السيليكسيون، انا اللي تندير السيليكسيون. كيفاش كدير هادشي يا يوسف؟ دابا بالنسبه في الجامعه الصراحه مسهله علينا واحد شويه الامور، كاينين لي بلاطو كيداروا في لي ريجيون ولا في المدن. مثلا كيكون واحد الناس اللي خدامين في العصاب ولا خدامين على حساب الجامعه تسموا لي DTR ديريكتور تكنيك ريجيونال، تيجمع واحد الفرق وتيدير لهم تورنوا مثلا ولا دوري في واحد القاعه، تكون في 2 جور 3 جور، تكون في مثلا 60 لعاب 80 لعاب 100 على حساب دوك الفروق شحال من فرقه، وتتمشي كتاسيستي لدوك لي ماتش وتتشوف تتعزل اللعاب، كتبقى تكومباري هذا اللعاب مع هذا اللي عندك مع هذا اللي عندك مع هذا، كتكومباري وكدير واحد الليست وكتدخل تبدا خدام بها. كاين حاجه الاختلاف بعض المرات كيف الدراري ديال الاوروب المغاربه اللي تيلعبوا في الاوروب، هو بحال دابا ما كنديبلاصاوش عندهم بزاف، ولكن كاينين الناس صحابنا بحال دابا مثلا مسرار بلال البقالي انس العيان حمزه ميمون عزيز بوخريس، الدراري اللي كيزاولوا الفوتسال في الاوروب ملي كيبان ليه شي مغربي تيعيط لك تيقول لك راه كاين واحد المغربي انا صورت الليسونس ديالو هذا التليفون ديالو شوفوا راه زوين كذا مثلا. يعني هذا الشيء نرجعوا لواحد النقطه قلتيها قبيله ديال الميديا الفيديوهات والفرص وكذا، صافي انت ملي كتواصل مع اللاعب كيصيفط لك الفيديو ديال لي ماتش ديالو ولا كتبدا تتفرج، كيكونوا لاعبين تتفرج، الا بان لك ذاك اللاعب راه يقدر يعطي الاضافه ليكيب ناسيونال تتعيط عليه، تيدخل السطاج وتتبدا خدام. بالنسبه للخدمه فاحنا تنخدموا بواحد الطريقه اللي كيف تنقولوا حنايا طريقه مصغره للمدرب المنتخب الوطني الاول، فهو كيخدم مثلا كيبغي واحد سيستيم جو ولا واحد الطريقه ديال اللعب، يعني داكشي اللي كيبغيه هو كتخدموه هنا. قال لك انا خدمتكم معايا حيت نتوما عارفيني اشنو كنبغي في اللعب، يعني هذاك الشيء اللي نتوما عارفيني كنبغي في اللعب خدموه معاه باش ملي يطلع عندي نلقاه بعدا عرف اشنو كنبغي انا ونخدم معاه حاجه يعني باش ما يلقاش معاه مشكل. بالفعل فدابا الحمد لله هذه السياسه فعطات الاكل ديالها. فبالنسبه للاليست الاخر اللي يدخل بها السي هشام دكيك فكتلقى 5 6 لعابه اللي كانوا عندنا E19 دازوا في ايفان 3 وصلوا ليكيب تلقى بانه حتى فاش كيبغي السي هشام
واحد الخلاف ديال واحد اللعب كيقدر يلقى يشوف مثلا كي نقولوا تلافت وراه يلقى واحد يعني لي ولا جوج اللي يلقى. سي هشام قال لكم فكره ديال لي جون وعارف علاش قال جات وقالها هكا. كيف قلت لك كان هو سباق لهاد القضيه وقال لينا وحنا باقيين كنلعبوا وقال لنا ها اشنو المشكل اللي لقاو الفرق في افريقيا، حيت حنا مصر كانت فايتانا. كانت ديما كدير اللي كدي كوب دافريك، كدي كوب ضرب، كتربح المنتخب الوطني هنا. انا كاع اول ماتش غنلعبوا دولي مع المنتخب المصري ربحونا هنا في المغرب، ولكن من بعد بقينا جايين كيف قلت لك قبيله خدمنا اكثر منهم وصلنا عندهم في تنام. هو فاش وصلنا عندهم عرف كيفاش حنا وصلنا عندهم، اشنو وقع ليهم، لقى بان ما عندهمش ليجون، قال هذه هي الفكره وخدا ديك الفكره وتبناها ومع الجامعه الملكيه وبدا خدامين دابا بليجون والحمد لله. فكتشوف المستوى اللي واصل للمنتخب الوطني. كان شحال من واحد تيقول لك راه البيريود راه حيت كاينين اللعابه كدا هادي، واما اللعابه كل شيء تقريبا واحد 70% حبس وباقي المنتخب الوطني في القمه. كاين معقوله. سي يوسف، واش نقدروا نقولوا ان الفوتسال تطور بفضل ديال هشام دكيك؟ حيت في الوقيته اللي كنتو كتلعبوا ما كاينش هادشي ديال الميني موكادي وجونيور في القاعه، كانوش هاد لي كومبيتيسيون ديال ان المنتخب غيجمع اي 19 اي 23، ما كاينش هادشي. ماشي نقدروا نقولوا بانه الفوتسال تطور في الوقت ديال هشام دكيك، فالفوتسال طوروا هشام دكيك، ماشي نقدروا نقولوا، ولكن نقولوا بان الفوتسال طوروا سي هشام دكيك. لانه انا فاش بديت كنا تمشيو للمونديال تنخسروا، تيجلس وتيبقى كيخدم وتيبحث. حيت واحد النهار قال لنا فاش خسرنا بديت كنقول علاش خسرنا، وبدينا غاديين حتى واحد النهار قال لنا هذا العام ما غنخسروش، غنديروا وغنفعلوا وغنتركوا. وجيستمو بحال الرؤيه ديالو كانت داكشي اللي قال هو اللي وصل ليه في الاخر. فكيف قلتي نقدروا نقولوا بان هشام دقيق هو اللي طور الفوتسال، فما نقدروش نقولوا لانه الدقيق هو اللي طور الفوتسال، هو اللي دار هاد الثوره ديال الفوتسال في المغرب الصراحه، ودارها في العالم دابا لانه المنتخب الوطني فولا كيتحسب ليه 1000 حساب في العالم كله. معقوله. قدم سي هشام دكيك قدم الكره الوطنيه بزاف. ما كناش كنحلموا الصراحه نشوفوا هاد الانجازات، خصوصا في منتخب فوتسال. حنا بحال كنقولوا فوتسال بحال محقوره، كلشي كيبغي الكروند فوش، ولكن فاش داروا دوك الانجازات المونديال وكاس افريقيا ما بقاش فوتسال محقور. والحمد لله كيف شي دابا مؤخرا كان غير كوب دافريك ديال الفيمينين فوتسال، شتي القاعه كيفاش كانت اول نسخه المباراه، يعني كنقولوا حنا الفوتسال فيمينين، ما بالك ان المنتخب الوطني الاول راك شتي في لعب كوب دافريك هنا في الرباط اللي تيكي ديال الماتش انا ما كنتش كنلقاهم في الاخر، كنا كنطلب بعرفوا هاد الدراري كيعطيونا جوج ديال لي تيكي باش تدخل تفرج. شتي المستوى اللي وصل ليه. كيف واحد الكلمه كان قال السيد الرئيس فوزي القجع، قال لي زعما حنا بالنسبه للسي هشام ديك فعندنا واحد الموديل. دابا الحمد لله انت كتشوف حتى لي زيكيب ناسيونال كاملين كتشوف بانه منتخب قل من 17 عام، منتخب مدرب مغربي، ايفان مدرب مغربي، ايفان طروا مدرب مغربي، وكاع الانجازات دارت بمدربين مغاربه اللي كان الاول ديالهم هو السي هشام دكيك. كيف قال الرئيس فقال لهم خذوا هذا الموديل وخدموا عليه، فهو الرئيس خدا ذاك الموديل وخدم عليه، دار مدربين مغاربه والحمد لله. تنباركوا حتى المنتخب الوطني الايفان الباح التاهل ديالو للكاس العالم والنهائي ديال كاس افريقيا، كنتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله. سي يوسف، بارك علينا دابا من المنتخب وكذا، عطيتينا تقريبا كل شيء. نرجعوا للمدينه 16 نهضه 16 هي مدينتك. يوسف، واش ما كتحسش بالنقص انك كتشوف المدينه عندنا خاصنا فرقه في دوزيام سيري ولا بريمير ديفيزيون؟ واش يوسف عندو شي طرائف مع النهضه 16 هي كان كيتفرج؟ عطينا كل شيء، اي حاجه على النهضه 16 هي بغينا نعرفوها منك. هو بالنسبه للفريق النهضه ديال 16 فكيبقى هو الشعله ديال المدينه، مالغري هاد الانجازات ديال فتح الرياض 16، مالغري جميع الفرق كنحترموهم وكنقدرهم، ولكن تتبقى النهضه 16 فهي الشعله وهي هي القاطره وهي البدايه ديال المدينه وهي السميه هي كل شيء. فما نكذبش عليك فكاملين تيحز في نفسنا هذا الشيء اللي واصله ليه الفرقه. كنتمناو جميع المسؤولين والناس اللي اي واحد من قريب ولا من بعيد يقدر يدير شي مساعده لهذه الفرقه ما يبخلش عليها، لان كنشوفوا حنا الناس هنايا
تيضربوا تماره وتيخدموا، ولكن اليد الواحده لا توصف كي تنقولوا، خص ضروري العوين. وكنتمنى انا من الله القسم لا كنتمنى من صادق قلب ديالي بانه هذه الفرقه ترجع للمكانه ديالها بين الكبار، لان هي فرقه كبيره وقدمت الشيء الكبير الكثير للمنتخب الوطني والبطوله. في هذا الفريق هذا كتشوف دابا انه جوج لاعبين ولاد 16 كيلعبوا في بريمير سيري في ليكيب ناسيونال، ولكن الفريق في هذه المرتبه اللي تو ما كتشرفش المدينه وما كتشرفش الفريق. فكنتمنوا ان شاء الله انه تضافر جميع الجهود باش ان شاء الله مدينه سطات ترجع للمكانه ديالها. وما بالنسبه للطرائف كي قلتي راه طرائف كبيره في هذا الملعب، شي كتجي كتفرج، كنجي كنتفرج وكليت العصا هنايا وطحت هنايا. راه التريبيل هذوك الشجرات اللي تشوف فيهم تما اللور، كنت كنجي ماتش مثلا مع الجوج، كنت نجي انا مع 9 الصباح انا ولاد الدرب باش نتخزنوا تما، باش ملي يدخل الجمهور عاد ندخلوا. وكانوا تيجيو الناس ديال الامن الوطني وتيجي تما وتيبقى خرج من تما كنشوفك، وهو ما كيكونش يشوف، تيقول لك بحال هكاك باش تتخلع وتخرج، ولا تخلعتي وخرجتي كيشدوك وتيسلخوك وتيخرجوك، ماشي تيسلخوك ويخليوك، تيخرجوك. وهنا فوق الفيستيات كنا كنجيو تاني كنجي قبال ب4 السوايع 5 انا وواحد الصديق هشام بن لمويني اللي دابا راهو اطار في وزاره الصحه، حتى هو كيموت على فريق نهضر. كنا كنجيو ونطلعوا فوق الفيستير ونتخزنوا، تيدخلوا اللعابه ودخل الجمهور عاد نقزوا وندخلوا. وعاد بعض الاوقات كنا كنتسناو السي دريس البصري الله يرحمه باش كيجي تفرج في الوقيته ديال دريس البصري، تفرج باش يجيو يقول لي محلوا البيبان يدخلوا الجمهور وجوج في ورقه. داكشي كامل دوزنا في التيران. الصراحه انا نقول لك حسدتك، حتى حضرتي لهاد الشيء وانا ما حضرتش. حضرت لهادشي بريمير سيري ديك الساعه النهضه، وحضرت لورا الشبكه كنجيب الكواري لدريس بن زكري شي راماسور فاش كنت في الليجون كنت كندخل بارفوا راماسور. هادشي كامل زعما هنا كنا نقزوا الحيط وناكلوا العصا وما كاينش مشكل في سبيل الفريق النهضري ديال سطاشي. سي يوسف انا كنشوف في سطاش قوت الفراقي بزاف، كانت راشح حتى في الفوتسال داروا بزاف ديال الفراقي ما كيكملوش، هذا من هنا هذا من هنا. انا شخصيا كتبان ليا انه فرقه وحده ديال المدينه يجي كلشي داعم طلع، حيت في الفوتسال كانوا وقيلا وصلوا 4 الفراقي بريمير ديفيزيون، قاد دابا غير الفتح. فكيف قلتي فبالنسبه اللي يكونوا عده فرق في المدينه، انت مع الراي ديال انه خصها تكون غير فرقه واحده. انا ما كنشاطركش الراي لواحد الحاجه، غير تكون نيه مزيانه، يكونوا الفروق ولكن تكون نيه مزيانه، ماشي ديك اللعبه ديال حنا زعما جوج فروق ولا 3 في المدينه وانت كتقلب عليا نخسر وانا نقلب عليك تخسر. وهذا الشيء بالعكس، انت كتشوف دابا مثلا مدن اخرى مثلا مدينه الدار البيضاء، كتشوف الرشاد البرنوسي كانت واحد بحال منجم ديال الرجاء البيضاوي، وتا الرجاء البيضاوي فاش كيكون شي لعاب خصو الخدمه وكذا ديك كيهبط كيمشي بريطي للرشاد البرنوسي يمشي للراك. يعني هنا ظاهره صحيه انهم يكونوا الفراقي، غير هو تكون واحد النيه حسنه. انا نخدم معاك واحد اللاعب عندي مزيان، مثلا حنا نفرض مثلا فريق نهضري سطاشي في بريمير سيري ونسمه مثلا في الدوزيام سيري ولا في الاكسيلون، ما فيها باس لو واحد اللاعب مزيان وتسطات بان في النسمه يلعب في النهضه، ولكن تكون ديك النيه حسنه ويكونوا الفروق، يكون الهدف الاسمى والرئيسي هو الاشاعه ديال المدينه ولا ديال البلاد. ماشي احنا كنعرفوا الحزازات اللي كتكون دابا مثلا هذا كيبغي غادي يخسر ويحفر لي كي تنقولوا باش يغبروا ولا هذا الشيء هو اللي كيخلي هذيك الدائره كتولي ماشي صحيه. انا الفكره ديالي الاخ يوسف انه دابا حنا واحد نقولوا ماشي مدينه صغيره، حتى الميزانيه غتكون اللي غتعطيني مثلا البلديه على قد الحال وكذا. غير راي شخصي زعما ماشي هذيك الميزانيه كامله غتاخذها فرقه واحده ونزيدوا بديك الفرقه. كيف ما قلتي هذه نقطه مزيانه ديال ان فرقه الاخرى تكون تابعه لها لعابه وكذا. انا كندوي لك على الخدمه الطلوع، خصنا فرقه دوزيام سيري بريمير ديفيزيون. متفق معك. شوف شي هو الفرقه اللي طلعت ماشي غير الفرقه، اشعاع المدينه والاقتصاد وكيف قلتي الفلوس وكل شيء المدينه اون جينيرال. غير هو كيف قلت لك مثلا انا طلعت النهضه، راه ظاهره الصحيه ان النسمه تكون في الدوزيام ديفيزيون مثلا في ليكسيلون، حيت ما يمكنش كل شيء غيلعب في النهضه. انت دابا راك دخلتي لهذا الميدان ديال الرياضه
كتشوف اللعابه وكتشوف الكواري في السطاج. شحال من كواري كاين في السطاج بزاف، ولكن ماشي كلشي غيلعب. وكلشي يلعب في النهضه. كاين يمكنش. اللي يقدر تتاح ليه الفرصه يلعب في النهضه، وكاين اللي يقدر يمشي يلعب في النسمه مثلا. علاش واحد الجون كيقرا هذا ولاد مثلا وغنقولوا المدينة. ليه سير لمدينه اخرى يلعب في النسمه مثلا ديال ولا في ماتشات. اسود الشاويه ولا اي فريق. وكاين واحد اللاعب اللي خصو لي ماتش يهبط يديرهم تما عوض ما غادي نصيفطوا حنا لمدينه اخرى. يعني فرقه غتكمل الفرقه. يبقى هنا وكيف كنقولوا تحت الاعين ديالك. مثلا واحد الرئيس ولا المدرب ديال السطات ديال النهضه راه تيتفرج في النهضه ويقدر الغد لاعب النسمه يمشي يتفرج على بالي واحد اللاعب مزيان، ولا كاع تقدر تكون مثلا النسمه عنده واحد الخصاص ولا اسود الشاويه يجيب واحد اللاعب من النهضه اللي مزيان يعطيوه لهم وتكون هكا تكون هذيك مدينه واحده. تكون مدينه واحده وتكون كيف قلت لك الهدف الاسمى هو الاشاعه ديال المدينه، ماشي كل واحد تيجر كي تنقولوا الحبل الجهه ديالو. وشوف من هذا المنبر وجد واحد الرساله للمسؤولين ديال المدينه. راه شنقول لك بالنسبه للمسؤولين فكنتمنى انا صادق الصراحه من اي واحد مسؤول ولا اي واحد يقدر يعاون الفريق، لا فريق النهضه الرياضيه السطاتيه لا النسمه لا اسود الشاويه لا فتح السطات، اللي يقدر يعاون هذه المدينه في الظهور وفي الاشعاع وترجع لديك المكان اللي كانت لها. كنطلبوا كنتمناو من الله وكنطلبوه شخصيا انه ما يبخلش على هذه المدينه باي حاجه اللي يقدر يساعد بها الفروق ديال المدينه، لانه فاش كتساعد الفروق ديال المدينه كتقدر تساعد الاقتصاد ديال المدينه اون جينيرال، والوليدات ديال المدينه كانوا يبقاو فين يلعبوا. ودابا كتشوف الكره ولات كتكون اسر وعائلات، يعني كيف تنقولوا اجتماعيا اقتصاديا. فكنطلب من اي واحد يقدر يساعد ما يبخلش بالمساعده على هذه الفروق هذه. نفس الرساله كنوجهها ان مدينه سطاش محتاجه لواحد الفريق في القسم الوطني الاول، ولا كنقول على الاقل القسم الوطني الثاني. طلع عام ونزل عام، مهم هاد البول هذا اللي كنلعبوا فيه حاليا وهاد الهواش ما كيشرفش مدينه سطاش بتاتا. يوسف دوزتو الدراري كانوا معاكم تقريبا بزاف، الدراري ديال القنيطره ياك؟ واش كيفاش كتشوف الدراري في قنيطره مثلا دوزيام سيري ولا بريمير ديفيزيون، واش انت كان كيبقى فيك الحال بالنسبه للجراند فوت ولا بالنسبه لا بالنسبه للجراند فوت؟ دابا هو نورمالمون فاش نكونوا غير في شي ما نقولش كنا في المغرب، باش نكونوا لاعبين في شي بلاد تيجي شي واحد حتى شي مسؤول في السفاره ولا كيستقبلنا وكيقول لك منين انت، كتقول لي من كان النهضه. فين مشات النهضه تتحس بهذاك ديك الحرقه ديال الفرقه. الصراحه علاش قلت لك انا الحيز الاكبر عطيته النهضه لانه بقات هي الاشعاع ديال المدينه وهي الاولى. فقلت لك واحد المره ما سميتو القنصل العام ديال المملكه المغربيه في اذربيجان سولني، كنت انا ديك الساعه كمدرب مشيت مع الايديزناف لاعبين واحد البطوله، ويقول لي متشرفين كذا قال منين في المغرب، قلت لي من سطات، وقال يا النهيضه بحالك. يعني القنصل العام شوف في اذربيجان وعارف بانه النهضه وقال لي العلاوي. قلت لي قال فين النهضه؟ قلت لي ما نقدرش نقول لي راه لتحت، قلت لي راه في الهوات مثلا بحال قلت لي ليكسير يعني في التروازيام ديفيزيون. والله يوفقه وكي غادي مع الوليدات الصغار. اللي ما كتكرهش حتى ملي شي واحد بحال كيسولك تقول لي منين، تقول لي سطات النهضه. انا راه ولد النهضه ولا تلقاها تكون في البريمير سيري ولا في الدوزيام سيري. وكنتمنى من الله ان شاء الله ترجع للمكانه ديال هذا الشيء اللي نقدروا. يوسف شكون احسن لعاب كان كيعجبك في فريق النهضه 16 تفرج شي فيهم ما يتنساش لك؟ في اللعابه اللي كانوا كيلعبوا كنت انا باقي صغير. فاش كنتي باقي صغير. هذاك الجيل ديالنا حنايا كله كان كيقول خالد رغيب. خالد رغيب. الجيل ديالنا كله كان كيقول خالد رغيب، مع علم انه كانوا لعابه صراحه كانوا لعابه واعرين. كان شرف، كان عبد الواحد غنامي اللي كان عنده واحد السونطراج ما لحد الساعه ما كنشوفوش بطوله وطنيه. كان امين نجمي، كان عثمان عينيه، كان حاتم الطائي. حاتم الطائي اش كيجي النوفل الطائي ولد عمو. كان زعما واحد الفرقه اللي كنت كتجي تتفرج غير في لونطرين ما تتمتع. كان الحارس دريس بن زكري، كانوا لعابه نقدر نكون نسيت بزاف. كان مراد العلاوي. وكاين شكون كتصل لنا في واحد خالد رغيب. هو خالد رغيب. يوسف عاودينا كذلك على الطرائف اللي طراو لك في الكره، لا مع فريق فتح سطات لا مع المنتخب الوطني. شي طرائف عمرهم ما غيتنساو لك؟ الطرائف موجودين، الطرائف غير هو جبد شي واحد شي حاجه شري لنا مع صداع. لا ضحكوا شويه وصافي. كانوا الطرائف بزاف بعض المرات
واحد النهار كنا لاعبين واحد المباراه دوليه، وكان عميد الفريق المنتخب الوطني عادل هابيل، وكان لاعبين واحد المنتخب افريقي. وانا نقول ليه مثلا عادل لصق عليه صاحبي راه محن هذا، ويقول يجي لصق لي انت في الريحه صح. يجي لصق لي انت في الريحه، ما قدرتش عرفتي ملي جاي هكاك ما بقيتش قادر نشوف في صاحبي بديت كنضحك وسط التيران. وما فارق فاش 16 فرق في السطات راه كوارث كلهم ما الحاج حسن بار. شي حاجه ما تنساش لك. كنا واحد النهار لاعبين في اكادير، وحنا لاعبين المقابله، وكنسمعوا حنا الجمهور كامل تهز كيصفقوا، الجمهور كيضحك. انا ندور عند الدري قلت له شنو واقع، ويقول لي الحاج هابط كيجري في الدروج، مطرود هو بعدا هابط كيجري في الدروج، وبغى يعاير نوفل وهو يتاكل ويضرب في ديك اللعيب ودار ويجي واقف في القاعه، الجمهور كله بقى يصفق عليه. الحاج دوزنا مع طرائف كبيره الصراحه. نقولوا قيش اللي طاح دار فيه جوا، دار في ديك سالطو، ضرب في واحد ديك بحال الاشهار اللي داير على القاع، ضرب فيها ودار وجا واقف في القاعه، وبقى الجمهور حنا ما شفناش حيت لاعبين حنا، هو هابط باغي يعاير النوفل، ما كان النوفل هو الحاج. واحد النهار ثاني الحاج تيضرب بحال ما وكيغوت كذا، ويقول لي حتى شكون دخل هذا راه غندخل لامو، ويضرب راسه مع الحديده. كنا لاعبين الساعه الدومي فينال ديال كاس من هذا المنبر كنوجهوا التحيه لحسن بارا، ضربه شون الغيره على المدينه ديالو. والله القسم ماشي هادشي غادي نقولوا، ماشي غادي كيجي نقولوا شي واحد شي حاجه في غيبه عليه، ولكن زعما من الناس اللي تضربهم الغيره على هذه المدينه وعلى هذه البلاد. وكان ديما تيقول لنا حل الكلمه راه قلتها قبيله، كيقول لنا الحاجه غلا من قيمتها. يعني كنا كنقولوا حنا راه غنديو كاس العرش ولا البطوله، ما كاينش شي بريمات ولا شي حاجه اللي كبيره. كان تيقول لنا هذا الشيء دابا راه كيبان لكم والو، ولكن من للقدام راه غيكون واحد الحاجه كبيره. صراحه داك السيد راه كيف قلت لك قبيله ماشي انا اللي ضحيت ولا الدراري، حتى هو من الناس اللي ضحاو في سبيل الاشعاع ديال هذه المدينه، وتا هو راه من اكبر المحبين ديال فريق النهضه الرياضي. ديما تنكونوا في شي مدينه كيكون حاضر كيتفرج، تنكونوا في شي مدينه ولا اي حاجه كيقول لهم النهضه راه الفتح ديال النهضه، ديما هو الفتح ديال النهضه تابع النهضه. تيقول لهم هذا الفتح هذه وخدم راه ديال النهضه، راه النهضه هي الاولى. والله القاسم صراحه تحيه كبيره للحاج حسن بار الصراحه. كنوجهوا ليه كذلك الشكر من هذا المنبر، قدم كثير للكره السطاشيه، ما ساهلاش انك تبدا من الدوري الرمضاني وتحقق داك العدد ديال الالقاب، ومن داك الفريق الدراري غيمشيو للمنتخب شحال من حاجه، مشى ساعد بزاف ديال الدراري كيف ما قلتي نوفل جبران، يعني بزاف ديال الدراري دازوا على يد برا وجابوا الله تشيسير، محمد جواد، عبد اللطيف فاتي، يوسف جواد، محمد نسيس، عثمان بومز، وكاع الدراري لعبوا في فريق، يعني نقدروا نقولوا خير وسابق على هاد الدراري هذا. الصراحه. يوسف هنا غنكونوا وصلنا للخاتمه ديال هذا الفيديو. النصيحه اللي كتوجه للشباب الدراري اللي كيلعبوا كره حاليا، لا الجراوند فوت ولا الميني فوت، كيقول لك دابا الوقت صعابت كره بوك صاحبي، خاصك ماناجر، خاصك كذا. انت كيف ما عاودتي لينا راه بديتي من والو، تو بزاف ديال الدراري، شنو نعطيهم واحد النصيحه اخويه؟ والنصيحه اللي غادي نقدم للوليدات اللي جون والصغار، فشوف ما كاينش شي مدرب تيبغي يخسر، يعني ديك الكلمه ديال خاصك المعرفه، خاصك الفلوس، خاصك هذه ما كاينش. الا كان واحد اللعاب عندو لو نيفو باش يربحني انا كمدرب، واش غنحيدو غنجيب واحد باش نخسر؟ هذه راه ما كايناش. يعني اللعاب يحيد اول حاجه من بالو هذيك الفكره ديال انا راه خاصني المعرفه، خاصني الفلوس، خاصك الخدمه، تخدم، خاصك تخدم. هذاك يحيى جبران اللي كنقولوا حنا وصل لهذا المستوى، ابا ما كيعدوش كاع مع الكره، ما عندو حتى شي معرفه. انا دابا تمشي تقول لي ولدك فين كان كيلعب ما كيعرفش كاع نهائيا الكره، ما كايناش هاد القضيه. عندك في رجلك، خدم واجتهد وصبر وغادي توصل. هادو هما الحوايج اللي كاينين. يحيد بنادم من بالو ديك الفكره ديال لا خصك الوسيطه، ما كاينش هادشي. كان واقيلا هادشي في المغرب واحد الوقت فاش كانوا اللعابه واقيلا بزاف، دابا اللعابه راه انت كتعرف الكاليتي راه شويه على قد الحال. يعني تكون تقدر تخدم على راسك، تجتهد وتصبر، غادي توصل. دابا حاليا كاينين فرص بزاف، دابا الظروف موفره. الفيديو شوف
لا علاقه للظروف ديال شحال هادي، الظروف ديالكم نتوما بالضبط؟ غير ديالنا حنا نقولوا ديالنا راه قريبه، غير هذه اللي قريبه الظروف. لو غتقارن الظروف ديالنا مع ديال دابا لا مجال للمقارنه. يعني دابا كاينه الظروف، كاينه الوسائل، كاين اللي صال الميسكيلاسيون، كاين الملاعب ديال القرب، كاين الفضاءات فين تريني، كلشي كاين. ولكن شوف انت واش غتقدر تريني وتخدم وتقول انا هاد العامين غادي نخدمها باش العام الثالث نبدا نتخلص. سيرتو انك تسمع واحد يقدر يكون بحالك في النيفو تيتخلص، واش انت غتصبر عامين 3 سنين عاد تخلص وتضرب تماره وتضحي في سبيل واحد الهدف ديالك؟ يقولوا واحد النقطه، ما ديرش فلوس لوبجيكتيف الاول. ماشي هي لوبجيكتيف الاول. لوبجيكتيف الاول هو دير السميه ديالك وتوصل، وديك الساعه الفلوس هي غادا تجي وهما يقلبوا عليك باش يعطيوك الفلوس. هادشي اللي كاين اخويا يوسف، وكنتمنى حد موفق للشباب المغربي عامه، وخصوصا الدراري ديال السطات اللي كنفتخروا باي واحد ولد السطات كيهز الدرابو ديال المدينه ولا كيكون في شي فريق. فتا هما خصهم يكون عندهم هذا الهدف، يكون اي واحد يقول انا باغي نشرف المدينه ديالي، نشرف العائله، نشرف دربنا، نشرف صحابي، فان شاء الله ربي غادي يسهل عليه. هنا نقدروا نقولوا وصلنا للاخر ديال الحلقه. كنتمنى تكون عجباتكم الحلقه مع يوسف المزراعي. حلقه دازت زوينه، بزاف ديال الدراري غادي يستافدوا منها. تنتوما كذلك جمهور ولا صحاب يوسف، الا عندكم شي طرائف معاه خليهم لينا في كومونتير. كنتمنوا مسيره موفقه لجميع الشباب، وكذلك راه كضربنا الغيره على مدينتنا. كنتمناو النهضه 16 هي مكانها افضل. سي يوسف ما غنكونوش شفناك غير اليوم، غنشوفوك حتى مره اخرى، غنصادفوك ان شاء الله. مرحبا. كنتمنوا لك مسيره موفقه في مجال التدريب، وان شاء الله تنشا كاس افريقيا وكوب دي موند علاش لا معاهم، وان شاء الله تكون خليفه الدكيك علاش لا. ان شاء الله اي حاجه قريبه عند الله. كنشكرك اخويا يوسف، وحتى حنا كنبغيو نشكرك واحد الشكر كبير، لانك كيف قلت لك في الاول الصفحه ديالك كيف بدات من الاول وكيفاش بقيتي غادي متبع الفرق. واخا بعض المرات كتعطل على النتائج ديال النهضه، ولكن ماشي مشكل غندوزوها لك. تبقاش تعطل علينا النتائج، راه كندخلوا كنبقاو نقلبوا ما كنلقاوش النتيجه. مرحبا. شو كيدير جبنا نتيجه بكري. وكنشكروك اخويا وكنتمنوا لك التوفيق كيف تتولد 16. فاحنا كيف قلت لك اي واحد من 16 كنتمنوا ليه التوفيق والخير، وتكون ان شاء الله واحد المشعل ديال هاد المدينه، وتوصل لواحد المستوى اللي تكون واقيلا كاع ما كتحلم به دابا، ولكن واحد النهار غادي توصل لشي مستوى ان شاء الله كبير. الله يوفقك. ان شاء الله سير، اللهم امين.